اهو ده بقى المشروع اللي بنصح اي حد بيه، وبنصح اي حد مبتدئ يعمل المشروع ده، مشروع تربية البط. اشمعنى مشروع تربية البط؟ لان الخسائر بتاعته بسيطة جدا. نسبة الخسائر بتاعته ممكن تكون في الاخر بنسبة 5% لو انت ما عندكش خبرة. يعني تربية البط اسهل من تربية الفراخ البيضة، واسهل من تربية الفراخ البلدي، واسهل من تربية الفراخ البياض، واسهل من تربية الارانب، واي مشروع انت هتفكر فيه. لو انت ما عندكش خبرة وعايز تبدأ، اقول لك انا ازاي تبدأ في مشروع تربية البط، وهتجيب نوع ايه، وهيصرف معاك ايه. مبدئيا بس عايز اديك فكرة عن المشروع. المشروع ده انت لو حطيت فيه مبلغ 20,000 جنيه، انت هتيجي بعد 3 شهور او 3 شهور ونص هتلاقي بقى معاك اكتر من المبلغ اللي انت حطيته في المشروع. يعني بعد ما تنهي المشروع بتاعك وتبيع البط، هتلاقي ال20,000 اللي انت حطيتهم في المشروع طلعوا لك، وهتلاقي فيه كمان زيهم او اكتر من اللي انت كنت حاطه. عشان كده انا بنصح اي حد يا جماعة يعمل مشروع تربية البط، لان تربية البط ممكن تربي في الصيف وممكن تربي في الشتاء، ودي هتجيب لك دخل زيادة جنب شغلك او جنب المشروع اللي انت بتعمله. انا لما بدأت في التربية اول حاجة بدأت بيها البط. عايز اقول لك انت لو جبت 100 بطة وربيتهم عندك وطلعتهم بعد عمر 3 شهور ونص او 4 شهور، ربنا هيوسع عليك ومش هتبطل تشتغل في المشروع اللي انا هقولك عليه دلوقتي والتفاصيل بتاعته. اديك فكرة سريعة بقى عن المشروع. انت اهم حاجة عندك يكون المكان اللي انت هتربي فيه كويس التهوية، والمكان يكون واسع على العدد اللي انت هتجيبه. ويا سلام بقى لو انت عندك السطح بتطلع عليه البط بالنهار، وبالليل خالص بتدخله لو الجو ساقع. لو الجو مش ساقع هتسيبه بره على السطح عندك، بس الكلام ده بعد عمر شهر. نيجي بقى لسعر البط ونوع البط اللي احنا هنجيبه. انت هتجيب بط نوعه مولر. البط ده معروف ان هو على 4 شهور لو انت ماشي على العلف بس بيوصل من 5 كيلو ل7 كيلو البطة. بس احنا يا سيدي مش هنمشي على العلف بس، احنا هنمشي على العلف وعلى الخلطات عشان توفر معانا والمكسب بتاعنا انا يزيد. دلوقتي هحسب لك التكلفة بتاعة البطة الواحدة من عمر يوم لحد ما تيجي تبيعها، عشان خاطر انت تشوف هتجيب عدد كام وهتربيه. وعايز اقول لك كمان ان انا بسيب رقم الواتس بتاعي موجود على الفيس او على اليوتيوب، عشان اللي عايز يتواصل معايا ويتابع معايا، المتابعة مجانا يا جماعة. انت دلوقتي هتجيب البطة عمر يوم عاملة 35 جنيه. ممكن انت لما تيجي تجيبها تلاقيها ارخص او اعلى شوية. البط ديت بتاكل اول اسبوعين حوالي كيلو علف بادي. كيلو العلف ده بيعمل 22 جنيه، ونضيف عليهم كمان 5 جنيه ادوية ونشارة واضاءة والكلام ده. يعني تكلفة البطة هتوصل معاك لحد اسبوعين حوالي 70 جنيه. لحد كده الكلام كويس والناس متابعة معانا وكل حاجة تمام. نيجي بقى للمرحلة اللي بعد كده. مش هينفع نأكل البط علف صافي، لا احنا هنأكل مع العلف عيش وردة وسرسة وتشيشة والعلف. يبقى احنا كده عندنا 5 مكونات، وكمان هنضيف عليهم حاجة اسمها صدف وبودرة بلاط عشان خاطر البط ما يجيلوش نقص كالسيوم ولا يجيله افتراس ويعضب بعضه. الخلطة اللي احنا بنقول عليها دي هنوكل منها 12 كيلو للبطة الواحدة من عمر اسبوعين لحد عمر البيع اللي هو عمر 4 شهور. سعر الكيلو من الخلطة اللي احنا هنعملها اللي هم 12 كيلو من عمر اسبوعين لحد عمر 4 شهور، الكيلو هيكون واقف علينا تقريبا من 9 جنيه ل10 جنيه. يبقى كل بطة هتاكل 12 كيلو. احنا قلنا تكلفتها اول اسبوعين 70 جنيه، وال 12 كيلو دول في 10 جنيه هيعملوا 120 جنيه. يعني 120 جنيه ونضيف عليهم ال70 جنيه اللي احنا صرفناهم في الاول، يعني حوالي 190 جنيه. احنا هنقول تكلفة البطة معانا 200 جنيه من عمر يوم لحد عمر البيع. نيجي بقى للمرحلة اللي احنا هنبيع فيها ونعرف احنا كسبنا قد ايه. احنا مثلا جبنا البطة وصرفنا عليها ال200 جنيه. البطة ديت على عمر 4 شهور بعد ما كانت الأكل بتاعها ده كله وصلت معانا ل4 كيلو و4 كيلو ونص. وعايز أقول لك إن هي ممكن توصل 5 كيلو و6 كيلو، بس إحنا خلينا في المتوسط وهنقول البطة بقت 4 كيلو ونص. نيجي نحسب بقى ال4 كيلو ونص في سعر البط. ممكن يكون 100 جنيه أو 110 أو 120. إحنا هنحسب في المتوسط
عشان انت لو هتبيع لتاجر يبقى انت هتبيع الكيلو مثلا ب100 جنيه، والبطة عاملة 4 كيلو ونص، يبقى البطة تعمل 450 جنيه، واحنا صرفنا عليها 200 جنيه، يبقى البطة فيها مكسب 250 جنيه يا جماعة في 4 شهور فقط. والله يا جماعة أنا بنصح أي حد ما عندوش فكرة عن تربية الطيور وعايز يعمل مشروع، يبدأ بمشروع تربية البط وتسمين البط، لأن المشروع ده الخسائر فيه بسيطة جدا، والسبب إن البط المناعة بتاعته قوية عن الفراخ، بيستحمل الأمراض وبيقاوم الأمراض. فأنت شوف بقى، أنت لو جايب عدد 50 بطة بتتعلم فيهم، أو جايب 100 بطة، هتيجي بعد ال4 شهور دول هتلاقي ما شاء الله ربح، وممكن الربح يكون زايد عن الحسبة اللي انا حسبتها دي، بس انا حبيت اوصل لكم الفكرة. اي حد محتاج اي حاجة رقمي موجود يقدر يتواصل معايا، والمتابعة معايا مجانية. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة عشان خاطر الناس تستفيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اشوفكم في فيديو جديد.